السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة أولى ثانوي دفعة 2026، إن شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة حل تمارين كتاب جيم. البداية بالتشيك بوينت رقم 1، التمارين الخاصة بكلمات الدرس الأول والتاني من الوحدة الأولى. نبدأ على طول من صفحة 10، تشيك بوينت رقم 1. الجملة الأولى بيقول لي Ancient Egypt يعني مصر القديمة is known as one of the oldest، يعني مصر القديمة معروفة، عايزين نقول بإن هي من أقدم البشرية in world history، في التاريخ أو في تاريخ العالم يعني. يبقى احنا كده عايزين نقول إن مصر القديمة معروفة كواحدة من أقدم الحضارات البشرية في تاريخ العالم. يبقى احنا بنتكلم عن كلمة حضارة اللي هي civilization، الاختيار الأول، يبقى civilizations اللي هي حضارات. طيب تعالى نروح للجملة رقم 2، بيقول لي there is an honest who sells clothes and bags in the city center. عايز أقول إن في أمين بيبيع، خلي بالك who sells يعني والذي يبيع الملابس and bags والشنط في وسط المدينة. يبقى احنا كده بنتكلم عن أحد التجار أو تاجر اللي هو merchant، الاختيار C. طيب الجملة رقم 3 بيقول لي many people prefer the quiet of the countryside، يعني العديد من الناس خلي بالك بيفضلوا quiet of the countryside يعني الهدوء الموجود في الريف، over يعني على، over هنا يعني بيفضلوا الهدوء ده على على الحياة بخلي بالك الهدوء الريف عكسه الحياة المدنية أو الحياة الحضرية اللي هي urban life، الاختيار الأول. طيب 4 بيقول لي we respect our because they build the traditions and values we still follow today أو today. خلي بالك we respect يعني نحن نحترم، بنحترم مين؟ because they built لأن هم بنوا التقاليد والقيم اللي هي values we still follow today اللي احنا ماشيين عليها أو بنتبعها لحد يومنا الحالي. يبقى على طول احنا بنحترم our ancestor اللي هم أسلافنا، ancestor يعني أحد الأسلاف، ancestors اللي هم أسلافنا. طيب الجملة رقم 5 بيقول لي before exams قبل الامتحانات many students might feel يعني العديد من الطلبة ممكن يشعروا بgrade A because they are afraid of failure لأنهم بيكونوا خايفين من الفشل. يبقى احنا بنقول إن قبل الامتحانات الطلبة ممكن يشعروا بحاجة اسمها anxiety اللي هي الاختيار الأول بمعنى القلق أو التوتر الشديد يعني. طيب 6 بيقول لي ancient Egyptians يعني المصريين القدماء used stone استخدموا الأحجار to عشان ال pictures of people، عايز أقول عشان ينحتوا صور الناس والحيوانات on the walls of temples على جدران المعابد. يبقى احنا كده عايزين فعل بمعنى ينحت اللي هو carve، الاختيار B. طيب 7 بيقول لي music stories and monuments الموسيقى والقصص والآثار are important treasures. خلي بالك بنتكلم عن الموسيقى والقصص والآثار important treasures يعني ككنوز مهمة that form والتي تشكل part of our cultural، عايز أقول تشكل جزء من our cultural heritage اللي هو التراث، heritage بمعنى تراث. يبقى الموسيقى والقصص والآثار دي بتمثل جزء من cultural heritage اللي هو التاريخ أو الإرث الثقافي أو التراث الثقافي. طيب 8 بيقول لي climbing the highest mountain in the world، تسلق highest mountain in the world يعني أطول أو أعلى قمة جبلية في العالم is a very big for modern climbers today. عايز أقول إن هو تحدي كبير للمودرن climbers اللي هم المتسلقين بتوع العصر الحديث يعني. يبقى احنا كده بنتكلم عن تحدي اللي هو challenge، الاختيار C. طيب تعالى بعد كده نروح لصفحة 12، التشيك بوينت رقم 2. بيقول لي Egyptians يعني المصريين always feel proud، خلي بالك feel وصفة، feel proud of ونون، feel proud to المصدر أو feel proud of ونون. خلي بالك أنا عندي هنا their football team يعني feel proud جاي بعدها noun، يبقى على طول حرف الجر of اللي هي الاختيار C. يبقى المصريين دائما بيشعروا بالفخر of their football team بفريق كرة القدم الخاص بيهم when it wins important matches يعني لما بيفوز بالمباريات المهمة. طيب 2
بيقول لي parents يعني الوالدين always have a deep of love. عايز أقول دايما بيكون عندهم مشاعر حب أو حب عميق، يعني شعور عميق بالحب when they see their children succeed، يعني لما بيشوفوا نجاح أطفالهم، يبقى ده على طول اسمه a deep feeling of love، بمعنى شعور قوي بالحب يعني. يبقى feeling هنا بمعنى شعور. طيب تعالوا نروح للجملة رقم 3. بيقول لي museums يعني الآثار أو آسف المتاحف help to Egypt's culture. عايز أقول إن المتاحف دي بتساعد في الحفاظ على Egypt's culture اللي هي ثقافة مصر alive يعني على قيد الحياة by showing ancient statues عن طريق عرض التماثيل القديمة and traditions والتقاليد القديمة. يبقى احنا عايزين الverb keep بمعنى يحافظ على، يبقى المتاحف بتساعد في الحفاظ على الكالتشر يعني الثقافة بتاعت مصر، بتحافظ عليها حية عن طريق عرض ancient statues اللي هي التماثيل القديمة والtraditions التقاليد بتاعت القدماء. طيب with great الجملة رقم 4 بيقول لي with great the athlete finished the race. خلي بالك اللاعب نهى السباق although رابط بيفيد التناقض. خلي بالك من although رابط بيفيد التناقض although he was sick على الرغم من إنه هو كان مريض and tired ومتعب. يبقى ده كان عنده عزيمة أو قوة عزيمة كبيرة أو إصرار كبير اللي هو determination الاختيار C. طيب تعالوا نروح لصفحة 13 الجملة رقم 5 بيقول لي she was ready to succeed in the exam. عايز أقول إن هي كانت مصممة. خلي بالك أنت كده عندك very ظرف بيان درجة، يبقى أنت محتاج بعده adjective، محتاج بعده صفة بمعنى مصمم أو عاقد العزم. هي كانت مصممة إن هي تنجح في الامتحان so she studied every night لذلك ذاكرت كل ليلة. يبقى على طول she was determined اللي هي الاختيار B بمعنى مصمم أو عاقد العزم. طيب نروح للجملة رقم 6 بيقول لي those who are of solving. خلي بالك أنا عايز أقول هؤلاء اللي هم عندهم المقدرة على حل complex problems المشكلات المعقدة can achieve a great success يعني عندهم القدرة على تحقيق نجاح عظيم جدا. يبقى خلي بالك أنا عندي able بيجي وراها to المصدر، أما capable of بمعنى قادر على be capable of يعني قادر على وبيجي وراها verb مضاف له ing أو noun. طيب 7 بيقول لي the organization managed to restore the ancient temple يعني المنظمة managed to يعني تمكنت من إن هي restore يعني تستعيد أو ترمم المتحف القديم. ده السينونيم. خلي بالك احنا محتاجين هنا المرادف بتاع كلمة restore اللي هي يجدد أو يستعيد، يبقى على طول كلمة renew اللي هي الاختيار B بمعنى يجدد أو يستعيد. طيب نروح للجملة رقم 8 بيقول لي in order to succeed من أجل النجاح أو عشان تنجح أو عشان ينجحوا يعني students must focus الطلبة لازم يركزوا على، يبقى يركز على اللي هي focus on الاختيار B. خلي بالك focus on بمعنى يركز على بتاخد حرف الجر on. طيب تعالوا نروح بعد كده مع بعض على التمارين العامة أو التشيك بوينت رقم تشيك بوينت رقم 3 في صفحة 17. بيقول لي smoke يعني دخان بدأ from the factory. عايز أقول إن الدخان بدأ يرتفع من المصنع. خلي بالك أنت عايز فعل هنا إن الدخان بدأ يرتفع من المصنع after the fire started بعد بداية الحريق. يبقى أنت عايز فعل هنا بمعنى يرتفع، وخلي بالك أنت بتتكلم عن شيء له وجود مادي، فعايز فعل بمعنى يرتفع مع شيء له وجود مادي أو شيء موجود على أرض الواقع. طيب خلينا نتفق على اتفاق. لما تيجي تذاكر الأربع أفعال دول اللي هم رايس، اربط دايما رايس مع أرايس، يعني حط قبلها إيه تبقى رايس وأرايس، واربط دايما الفعلين التانيين اللي هم أرايس مع أراوس. ليه الربط ده؟ عشان أقول لك إن رايس وأرايس اللي هم دول أفعال لازمة. الأفعال دي أفعال إيه؟ لازمة. يعني إيه أفعال لازمة؟ يعني أفعال لا تتبع بمفعول، ما يجيش وراها مفعول. أما الفعلين اللي هم أرايز وأراوز دول يأتي بعدهم مفعول لأنهم أفعال متعدية. يعني إيه فعل متعدي؟ يعني فعل بيحتاج وراه مفعول، وبالتالي ينفع يبنوا للمجهول عادي.
طيب تعال نقول بقى كتفرقة بشكل عام كده ما بين رايز وأرايز. رايز احنا اتفقنا ان هي فعل لازم، فاللي قبلها هنا هيبقى شيء مادي ارتفع او نهض او اشرق، زي الشمس تشرق مثلا، او يرتفع او ينهض او يستيقظ مع الاشخاص، يبقى قبلها شيء مادي. اما arise اللي هي التانية دي بيجي قبلها abstract nouns، يعني اسماء مجردة زي المشاكل والمشاعر والشعور والى اخره. طب الناحية التانية برضو arise واrouse، هقول لك ان arise فعل متعدي، فالمفعول اللي يجي بعدها يكون اسم مادي. يعني مثلا نقول كده، اسف، المفروض الاولانيه دي تبقى ريز مش ارايز، هنا الناحيه دي هتبقى ريز مع اراوز، ريز مع اراوز، يبقى ريز تاني نقول كده ريز مع اراوز، والناحيه التانيه رايز وارايز. ريز بقى بيجي وراها اسماء ماديه، يعني يجمع او يربي او يزيد او ينمي او يطور. اما اراوز بمعنى يثير مشكلات او يثير ازمات او يثير مشاعر معينه. طب تعالى نرجع للجمله بقى، احنا عايزين نقول ان الدخان بدا يرتفع، يعني في شيء مادي بدا يرتفع ويظهر من المصنع بعد ما الحريق بدا. يبقى احنا كده هنروح للفعل اللازم اللي هو رايز، الفعل اللازم اللي هو رايز او ارايز. طب احنا عندنا الدخان موجود وله وجود مادي وبدا يرتفع في الهواء، يبقى احنا هنختار رايز اللي هي الاختيار بي. طيب الجمله رقم 2 بيقول لي the manager decided to salaries to keep the employees motivated. عايز اقول ان المدير قرر ان هو يزود الرواتب. خلي بالك انت بتتكلم عن ان هو هيرفع الرواتب، والرواتب دي اسم مادي، يعني اسم له وجود مادي، يبقى يرفع او يزيد اللي هي ريز الاختيار دي، استخدامها هنا بمعنى يزود او يرفع. طيب تعالى نروح للجملة رقم 3 بيقول لي my brother found a new as a driver in a big company. عايز اقول ان اخويا وجد ايه جديدة كسائق في شركة كبيرة. طيب انت هتبعد work عشان كلمة work بمعنى العمل هي اسم غير معدود، وبالتالي دي تبقى غلط. وفانكشن بتاعنا بتيجي بمعنى وظيفة شيء او وظيفة آلة او وظيفة عضو في جسم الانسان. وكارير بتيجي بمعنى الحياة العملية بصفة عامة. يبقى كده هنروح للاختيار B اللي هو job بمعنى الوظيفة. طيب 4 يقول لي there are many trees، يعني هناك العديد من الأشجار planted المزروعة the main street in our town. عايز أقول بطول الشارع، يبقى بطول على طول اللي هي along الاختيار دي. طيب 5 بيقول لي did you know that Graham Bell، هل أنت عارف إن جراهام بيل اخترع تليفون؟ يبقى invented اللي هي الاختيار الأول بمعنى اخترع. 6 بيقول لي children often like to، يعني الأطفال غالبا بيحبوا إن هم إيه؟ الكهوف والغابات لما بيذهبوا للتخييم. خلي بالك هما بيستكشفوا شيء موجود بالفعل، يبقى explore اللي هي الاختيار C. أما discover اللي هي الاختيار B، يكتشف شيء ما كانش حد عارف عنه قبل كده، يعني أنت اكتشفت شيء ما كانش موجود مسبقا. طيب الجملة رقم 7 بيقول لي when we fix an old building، يعني لما بنصلح مبنى قديم and make it strong again، وبنجعله قوي مجددا، يبقى احنا كده بنعمل فعل اسمه restore اللي هو يرمم أو يستعيد. طيب 8 بيقول لي I really enjoy my job، يعني أنا حقيقي بستمتع بالوظيفة بتاعتي because I work with، خلي بالك أنا بشتغل مع الأطفال مش شغال عندهم ولا حاجة. وظيفتي بتتضمن العمل مع الأطفال who need extra help، اللي هم محتاجين المزيد من المساعدة. أما work for اللي هو شخص يعمل لدى كيان أو مؤسسة أو شركة أو إلى آخره. work on يعمل على إنجاز مهمة أو مشروع. طيب 9 بيقول لي دكتور مها works the field of biology، عايز أقول إن دكتور مها شغالة في مجال الأحياء and does many experiments in the lab، وبتعمل تجارب كتيرة في المعمل. يبقى كده على طول work in وبيجي وراها مجال الشغل أو المكان اللي أنت شغال فيه. طيب تعال نروح بعد كده للجنرال exercise على الفوكابيولاري ابتداء من صفحة 18. الجملة الأولى بيقول لي the gas station، يعني محطة الوقود was built at the، عايز أقول إن هي اتبنت في مفترق الطرق where two important ancient roads meet. خلي بالك في طريقين بيتقابلوا، يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها cross roads اللي هي الاختيار الأول بمعنى مفترق الطرق، اللي هو تقاطع طريقين مع بعض يعني. طيب الجملة رقم 2 بيقول لي wearing traditional clothes، يعني ارتداء الملابس التقليدية and speaking Arabic، والتحدث باللغة العربية. دي نقدر نقول عليها strong ways، طرق قوية لإظهار our national، على طول إظهار الهوية الوطنية بتاعتنا. الهوية الوطنية اسمها national identity، وهي من المفردات المهمة أو من الكلمات المهمة. طيب 3 بيقول لي technology is one of the benefits of modern، التكنولوجيا
واحدة من، خلي بالك، the benefits of، يعني واحدة من منافع أو أوجه النفع أو المزايا الكبيرة. عايز أقول للحضارة الحديثة أو المدنية الحديثة. الحضارة أو المدنية اللي هي اسمها civilization، اللي هي الاختيار C، أو civilization بالبريتش civilization، أو بالأمريكان accent تبقى civilization اللي هي الاختيار C. طيب الجملة رقم 4 بيقول لي Egyptians يعني المصريين showed great يعني أظهروا when their football team won the African Cup last year، لما الفريق بتاع أو منتخب مصر فاز بكأس الأمم الأفريقية السنة الماضية. يبقى المصريين أظهروا فخرهم، يبقى showed great pride يعني أظهروا فخر كبير لما الفريق فاز ببطولة الأمم الأفريقية. طيب الجملة رقم 5 بيقول لي painting music and sculpture. خلي بالك painting يعني الرسم، والموسيقى، والسكالبتشر اللي هو النحت، دي كلها من أشكال اللي هي express يعني بتعبر عن الايدياز والفيلينجز، بتعبر عن الأفكار والمشاعر. يبقى احنا كده بنتكلم عن دي من أشكال الفن. أقدر أقول إن هي ما ينفعش أقول عليها tradition يعني تقليد، وما ينفعش أقول عليها medicine يعني دواء، ولا knowledge اللي هي معرفة، بس ممكن أقول إن دي كلها من أشكال الفن اللي هو art الاختيار الأول. طيب الجملة رقم 6 بيقول لي my heart was fast while going up the stairs. عايز أقول إن قلبي كان بيدق بسرعة وأنا طالع السلالم. يبقى على طول my heart was beating اللي هي الاختيار B. beat اللي هو الverb beat بمعنى يدق مع القلب أو يضرب لو جاء قبلها الشخص. طيب نروح بعد كده للجملة رقم 7 بيقول لي all that of any country should follow the laws, pay tax and work hard to protect their country. خلي بالك أنا عايز أقول إن كل المواطنين في أي بلد should follow the law يعني لازم يتبعوا القانون، pay taxes يدفعوا الضرائب and work hard ويعملوا بجد to protect their country عشان يحموا بلدهم. يبقى احنا كده بنتكلم عن واجبات المواطنين، يبقى all the citizens اللي هي الاختيار دي بمعنى كل المواطنين. 8 بيقول لي to understand a new word عشان تفهم كلمة جديدة try to guess the meaning حاول تخمن معنى الكلمة دي from the of the sentence. عايز أقول من السياق بتاع الجملة، يبقى from the context of the sentence يعني من سياق الكلام أو من سياق الجملة. 9 بيقول لي the festival included flower يعني المهرجان، festival يعني مهرجان، included يعني تضمن flowers وlights and other beautiful كان فيه زهور وأضواء، وعايز أقول زخرفة أو زينة أخرى for the celebration من أجل الاحتفال. يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها decorations اللي هي مظاهر الزينة يعني. طيب الجملة رقم 10 بيقول لي most أو with strong 10 with strong the student passed بإيه القوية الطالب نجح في الامتحان although he was sick على الرغم من إنه هو كان مريض. يبقى كده نقول with strong determination بعزيمة قوية. طيب 11 بيقول لي most countries work hard to build schools, hospitals and new roads. عايز أقول إن معظم countries الدول اللي هي بتعمل بجد to build schools لبناء المدارس، والhospitals اللي هي المستشفيات، وكمان النيو roads اللي هي الطرق الجديدة. يبقى احنا كده بنتكلم عن الدول النامية اللي هي developing countries. وخلي بالك developing countries يعني دول نامية. أما لو شلت ing دي وخليتها ed تبقى developed countries بمعنى دول متقدمة. طيب نروح للجملة رقم 12 بيقول لي in the library يعني في المكتبة students like to الطلبة بيحبوا ideas. عايز أقول بيحبوا إن هم يتبادلوا الأفكار والكتب to help each other study better عشان يساعدوا بعضهم البعض على المذاكرة بشكل أفضل. يبقى على طول يتبادل اللي هي exchange الاختيار B. 13 بيقول لي after the heavy rain بعد المطرة الغزيرة a terrible covered the streets and destroyed many houses in the village. عايز أقول إن في بعد المطرة دي كان في فيضان سيء جدا اللي هي terrible flood الاختيار B covered the streets غطى الشوارع ودمر العديد من المنازل في القرية. طيب 14 بيقول لي the Arab should unite. عايز أقول إن الأمة العربية أو الأمم العربية يجب إن هي تتحد in order to face the future challenges عشان تواجه أو تقدر تواجه التحديات المستقبلية. يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها nations اللي هي الشعوب أو الأمم العربية.
طيب نروح بعد كده صفحة 19 التمارين الخاصة بالإكسبريشنز والإيديومز والبريبوزيشنز، التعبيرات والمصطلحات وحروف الجر والديريفاتيفز اللي هي المشتقات والسينونيم والأنتونيم يعني المرادف والمضاد. الجملة رقم 15 بيقول لي I found this wallet يعني أنا لقيت المحفظة دي. Does it belong يبقى على طول belong to يعني ينتمي أو يخص، ينتمي إلى أو يخص اللي هي belong to. 16 بيقول لي modern technology يعني التكنولوجيا الحديثة. عايز أقول جعلت الأمر أسهل for doctors على الأطباء to treat patients إن هم يعالجوا المرضى and save their lives وينقذوا حياتهم. يبقى أنت عايز تعبير اللي هو made it easier for يعني جعلت الأمر أسهل بالنسبة للأطباء، يبقى makes it easier for يعني بتجعل الأمر سهل. 17 بيقول لي teachers play a in preparing students. عايز أقول teachers اللي هم المدرسين بيلعبوا دور in preparing students لتجهيز الطلاب for the future and society من أجل المستقبل ومن أجل المجتمع، يبقى على طول play a role يعني يلعب دور اللي هي الاختيار B. 18 employees may enjoy يعني الموظفين ممكن يستمتعوا بإيه of working from home. عايز أقول يستمتعوا بميزة العمل من المنزل 2 days a week يعني يومين في الأسبوع. يبقى احنا كده بنتكلم عن ميزة أو خاصية أو سمة مميزة اللي هي privilege الاختيار B بمعنى ميزة وبتيجي بمعنى شرف أو تكريم يعني. طيب 19 بيقول لي medicine is a respected. عايز أقول إن الطب ده مهنة محترمة، بتكلم عن الطب كمهنة تحتاج لتدريب وتمرين و requires بتتطلب many years of study يعني العديد من سنوات الدراسة والتدريب المستمر. يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها profession الاختيار C بمعنى مهنة بتحتاج لدراسة وتدريب كتير. طيب الجملة رقم 20 بيقول لي in my opinion يعني في رأيي the of any strong relationship is trust and loyalty. عايز أقول الأساس أو الجوهر بتاع أي علاقة قوية اللي هي ال strong relationship هو الثقة والوفاء. يبقى احنا كده بنتكلم عن core اللي هي الاختيار دي بمعنى اللب أو الأساس أو الجوهر. 21 بيقول لي I couldn't the driver of the car which hit my sister. عايز أقول ما قدرتش أحدد أو أتعرف على الدرايفر اللي هو السائق بتاع العربية اللي صدمت أختي. يبقى كده على طول يحدد أو يتعرف على اللي هي identify الاختيار الأول. طيب نروح للجملة رقم 22 بيقول لي the presentation يعني العرض was and clear to understand. خلي بالك الverb to be هنا and clear وبنتكلم إن هو واضح للفهم، يبقى أنت محتاج هنا صفة تعطفها على الصفة التانية اللي هي clear بمعنى واضح. يبقى احنا عايزين نقول إن العرض التقديمي ده كان demonstrative يعني واضح أو مشروح بشكل تفصيلي وكلير اللي هو واضح للفهم يعني. طيب 23 بيقول لي that at the expression explained the benefits of the new product. عايز أقول خلي بالك أنا عندي ده يبقى أنت محتاج هنا noun محتاج اسم. at the expression يعني في المعرض شرح الفوائد of the new product فوائد المنتج الجديد. يبقى احنا كده عايزين نتكلم عن الشرح أو التوضيح كاسم أو عايزين نتكلم عن الشخص اللي هو شرح الشيء أو وضحه يبقى demonstrator اللي هي الاختيار دي. طيب تعالى نروح للجملة رقم 24 بيقول لي social media can help people connect all friends. عندي الverb connect اللي هي يتصل بيه أو يتواصل معه بتاخد حرف الجر with social media ممكن تساعد الناس إن هي تتواصل reconnect يعني تعيد التواصل مع الأصدقاء القدامى they haven't seen for years اللي هم ما قابلوهمش أو ما شافوهمش لسنوات. 25 بيقول لي all citizens يعني كل المواطنين must عايز أقول يجب إن هم يساهموا فيه يبقى يساهم فيه اللي هي contribute to وخلي بالك contribute to بيجي وراه الفيرب مضاف له ing يبقى كل المواطنين لازم يساهموا فيه keeping the streets clean الحفاظ على نظافة الشوارع and protecting the environment وحماية البيئة. طيب 26 بيقول لي the pyramids are a special form ancient Egyptian architecture admired all over the world. خلي بالك احنا بنقول ان الأهرامات special form of ancient Egyptian architecture. خلي بالك form of يعني من أشكال ال ancient Egyptian architecture اللي هي العمارة المصرية القديمة. كلمة architecture اللي هو فن العمارة أو المباني المعمارية admired واللي هي محبوبة all over the world في كل أنحاء العالم.
طيب تعالى نروح للتمارين الخاصة باختيارين من بين 5 اختيارات ابتداء من السؤال رقم 27. قبل ما نبدأ حل ما تنساش إن دعمك لينا أكيد هو اللي هيساعدنا على الاستمرار في تقديم المحتوى ده. ادعمنا بلايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، ولو عندك أي تعليق على الحل ما تنساش اكتب لنا في الكومنتس أو التعليقات. طيب الجملة رقم 27 بيقول لي the government plans to restore. خلي بالك الحكومة بتخطط إن هي restore the old castle، يعني تجدد أو تعمل ترميم للقلعة القديمة to attract tourists، لجذب السياح. عايز الانتونيم، خلي بالك محتاجين الانتونيمز، يعني الكلمات اللي تديني مضاد الفيرب restore اللي هو يستعيد أو يرم. يبقى على طول هتروح للاختيار اللي هو destroy، الاختيار الأولاني، عكس يرمم الشيء يدمره، وكمان damage اللي هي الاختيار دي بمعنى يتلف أو يدمر. أما renovate اللي هي الاختيار دي هتديك معنى fix اللي هي يسيب معنى يصلح، separate اللي هي الاختيار بي هتديك معنى يفصل. طيب 28 يقول لي she felt great anxiety، يعني هي حست بقلق كبير جدا for her operation، قبل العملية الجراحية. the antonyms برضو خلي بالك احنا محتاجين هنا المضاد بتاع كلمة anxiety، محتاجين المضاد بتاع كلمة توتر أو قلق. يبقى على طول هتروح لرelaxation اللي هي الاختيار دي، وهتروح لcalmness اللي هي الاختيار بي بمعنى الهدوء. أما wealth اللي هي الاختيار الأول هتديك معنى الثروة، وtension الاختيار إيه بمعنى توتر أو قلق، وencouragement اللي هو التشجيع. 29 بيقول لي the children tried to gather، الأطفال حاولوا إن هم يجمعوا الفلاورز يعني الأزهار من الحديقة. the synonyms يعني عايز المرادفات أو الكلمات اللي تديك مرادف لكلمة gather اللي هي يجمع. يبقى على طول هنروح الاختيار الأول اللي هو collect بمعنى يجمع، و bring together اللي هي الاختيار B بمعنى يجمع، وطبعا المضاد بتاعها scatter و separate. أما join اللي هي الاختيار D هتديك معنى ينضم إلى أو يلتحق ب، أو الاختيار الأخير E. طيب 30 بيقول لي the rapid development of technology، يعني التطور السريع بتاع التكنولوجيا has changed the way، غير طريقة people live اللي بيعيش بيها الناس وبيشتغلوا بيها، ومحتاج المضاد بتاع كلمة development. احنا قلنا development يعني تطور أو تقدم، يبقى عكسها على طول decline اللي هي الاختيار C بمعنى انحدار، و decrease اللي هي الاختيار D برضو هتديك معنى انخفاض أو انحدار أو قلة يعني. أما progress اللي هي الاختيار الأولاني هتديك معنى تقدم، و difference اللي هي الاختيار B هتديك معنى الاختلاف، و advancement اللي هي الاختيار E هتديك معنى التقدم. ما تنساش إن دعمك لينا أكيد هو اللي هيساعدنا على الاستمرار في تقديم المحتوى ده. ادعمنا بلايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، ولو عندك أي تعليق على الحل ما تنساش اكتب لنا في الكومنتس. وإن شاء الله استنونا في فيديو جديد هنحل فيه تمارين القواعد الخاصة بالدرس الأول والتاني.